في خطوة تعكس تزايد التوترات في شمال إفريقيا، استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها احتجاجا على المناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين الفرنسي والمغربي المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل في منطقة الراشيدية المغربية القريبة من الحدود الجزائرية. الجزائر ترى في هذه التدريبات استفزازا خطيرا يحمل أبعادا أبعد من مجرد التعاون الدفاعي، مما يزيد من تأجيج الأزمة المتصاعدة بين البلدان الثلاثة. فهل نحن أمام مواجهة جديدة تعيد رسم موازين القوى في المنطقة؟ وما هي الأبعاد الحقيقية لهذا التوتر المتصاعد؟ في هذا الفيديو سنكشف كواليس هذه الأزمة وندرس السيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا والمغرب. لم يكن استدعاء السفير الفرنسي مجرد إجراء دبلوماسي تقليدي، بل كان رسالة واضحة بأن الجزائر لن تبقى صامتة أمام ما تعتبره تهديدا مباشرا لأمنها القومي. الوناس مغران الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية اجتمع بالسفير الفرنسي في الجزائر وعبر عن رفض بلاده القاطع لهذه التدريبات، مطالبا بتوضيحات رسمية حول دوافع هذا القرار المثير للجدل، لأن الجزائر تعتبر أن إجراء المناورات بالقرب من حدودها يتجاوز التعاون الدفاعي التقليدي ويأخذ أبعادا سياسية وعسكرية واضحة. وصف المسؤولون الجزائريون هذا التحرك بأنه رسالة غير ودية تحمل في طياتها نوايا غير بريئة. حذرت الجزائر من أن أي تصعيد مماثل في المستقبل قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات أكثر حزما لحماية أمنها القومي. ولكن هل هذه المناورات مجرد صدفة أم أن هناك أجندة خفية وراء هذا القرار الفرنسي؟ لا يمكن فهم هذا التصعيد الأخير دون النظر إلى الخلافات المتراكمة بين الجزائر وفرنسا خلال السنوات الماضية، فالعلاقات بين البلدين لم تعد كما كانت، خاصة بعد سلسلة من القرارات الفرنسية التي اعتبرتها الجزائر استفزازا واضحا. أبرز الأزمات التي فجرت التوتر بين البلدين إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، مما اعتبرته الجزائر انحيازا صارخا لموقف الرباط. إيقاف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في نوفمبر الماضي وهو ما أثار استياء الحكومة الفرنسية. مراجعة اتفاقية الهجرة لعام 1968 والتي تنظم دخول الجزائريين إلى فرنسا في خطوة أثارت غضب الجزائر. التصعيد المستمر في التصريحات الدبلوماسية بين الطرفين مما دفع الجزائر إلى التهديد باتخاذ إجراءات صارمة ضد باريس. كل هذه الأحداث جعلت العلاقات بين البلدين قابلة للانفجار في أي لحظة، وجاءت المناورات العسكرية الأخيرة لتزيد من حدة الاحتقان. لماذا تخشى الجزائر من هذه المناورات العسكرية؟ بالنسبة للجزائر التعاون العسكري بين المغرب وفرنسا لم يكن مجرد تحركات اعتيادية، بل يمثل تهديدا مباشرا لمصالحها الجيوسياسية. المغرب أكبر مستورد للأسلحة الفرنسية في المنطقة ويحظى بدعم عسكري متزايد من باريس. تنفيذ المناورات بالقرب من الحدود الجزائرية يثير مخاوف الجزائر من وجود نوايا خفية وراء هذه التدريبات. الجزائر تنظر إلى هذه الخطوة كجزء من محاولة لمحاصرتها عسكريا، خصوصا في ظل التوتر المستمر مع المغرب. هذه التطورات تطرح تساؤلا مهما: هل تسعى فرنسا لتعزيز التفوق العسكري المغربي على حساب الجزائر؟ مع تصاعد التوتر مع باريس لم تبقى الجزائر مكتوفة الأيدي، بل بدأت في تعزيز شراكاتها مع قوى عالمية أخرى مثل روسيا والصين وتركيا لموازنة النفوذ الفرنسي في المنطقة. صفقات تسليح ضخمة مع روسيا لتعزيز قدرات الجيش الجزائري، شراكات اقتصادية واستثمارية مع الصين تشمل مشاريع استراتيجية في الطاقة والبنية التحتية، تعاون عسكري مع تركيا يشمل تبادل التكنولوجيا الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية المحلية. هذه التحركات تعكس تحولا استراتيجيا في السياسة الخارجية الجزائرية، حيث لم تعد تعتمد على فرنسا كشريك رئيسي، بل تبحث عن بدائل أكثر توازنا واستقلالية. مع استمرار التصعيد هناك عدة سيناريوهات قد تحدد مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا والمغرب خلال الفترة المقبلة.
قد تلجأ الجزائر إلى إجراءات أكثر حدة، مثل استدعاء سفيرها من باريس أو تعليق بعض الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية مع فرنسا. وربما تحاول فرنسا تهدئة الأوضاع عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة، خوفا من فقدان الجزائر كشريك استراتيجي. قد نشهد زيادة في التحركات العسكرية على الحدود الجزائرية المغربية، مما يعزز التوتر بين البلدين. إعادة تقييم العلاقات الثنائية. هذه الأزمة قد تدفع الجزائر وفرنسا إلى إعادة تقييم شاملة لعلاقاتهما، إما عبر التهدئة أو التصعيد الحاد. المشهد في شمال إفريقيا يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، والجزائر تراقب بحذر خطوات فرنسا والمغرب. فهل نشهد في الفترة المقبلة تصعيدا أكبر، أم أن هناك جهودا سرية للتهدئة؟ ما رأيكم في هذه التطورات؟ هل تعتقدون أن الأزمة ستتصاعد أكثر، أم أن هناك فرصة لاحتوائها؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد حول تطورات هذا الملف الساخن.